الاهلي بالتلاتة بيفرم الهلال السوداني. طبعا بقالنا كام يوم بنعمل فيديوهات وما اتكلمناش عن الماتش خالص. فالنهارده انا جاي اتكلم معاك في كام نقطه كده من احداث الماتش. اعمل بقى فولو لو مش عامل، ولايك وشير، ويلا بينا نخش على التفاصيل. الماتش كان بلغه الكوره من جنب واحد. 96 دقيقه الاهلي حاطط الهلال السوداني في نص ملعبه. طبعا صعود من الباب الكبير مع تالق لمروان عطيه وكهربا وبيرسي تاو. اقل ثلاثه كانوا في الملعب النهارده هم عبد القادر وقفشه والسوليه. قفشه كان طول الماتش بيستخبى من الكوره وبيباصي غلط وتحركاته كلها ما كانتش مظبوطه. عبد القادر حدث ولا حرج، بيمسك الكوره كتير جدا وكلها بدون فاعليه. السوليه ما عملش اي زياده هجوميه، والكوره اللي جات له لعبها وحش جدا. الشوط الثاني حسين الشحات بيتالق وبيحرز هدفين افضل من بعض. الجونين بجد احلى من بعض هما الاثنين، وبيأكد لك ان هو فورمه عاليه جدا الوقت ده. بيرسي تاو طبعا كان ممتاز ولسه كمان عنده احسن من كده. الهلال بدأ الماتش سايب الكرة للاهلي تماما، وده ما ينفعش مع فرقه زي الاهلي بالذات لو في ملعبها